السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدر الله ما شاء فعل، بس كان في الإمكان أحسن مما كان. الأهلي ما كانش كويس، احنا اللي كنا وحشين جدا، واحنا اللي ادينا له فرصة ان هو يركب ويطمع في الماتش ويفوز. احنا اللي ادينا له فرصة ان هو يقرب من قمة الدوري. احنا ادينا له فرصة ان يرجع تاني يستأسد ويبقى وينافس على الدوري. احنا دائما وابدا من نصنع الاهلي وفرص الاهلي، دائما وابدا. والدليل ان انت كان عندك فرص. تعرف ان انت لو كنت كسبت الجونة ما تعادلش معاه واتغلبت من الاهلي النهارده، حتى لو الاهلي كان كسب الماتش بتاعه اللي جاي وانت باي ال الاسبوع اللي جاي ده، كان الاهلي برضو مركبش بطولة الدوري القمة. تخيل ان انت بعد كل ده وكل اللي انت عامله وكل التدهور والانحدار اللي الاهلي فيه، انت رجعته انه ممكن يبقى على القمة تاني. هل هذا منطقي؟ يعني هل هكذا يدار نادي الزمالك؟ وبعدين لماذا العند؟ انتوا عارفين ان يانيك، قلت لكم قبل كده جاي عشان يدينا مش عشان يديك. طيب انتوا قاعدينه ليه؟ يعني هو فيها ايه؟ هو ماسك علينا زله مثلا؟ ماسك علينا فيديوهات ولا سيديات؟ طب ما يمشي يا سيدي. وبرضه بكررها وقلتها قبل كده في كذا فيديو فاتوا، ده ذنب الرمادي. هذا الرمادي المبدع اللي عمل اداء احنا ما شفناهوش لغايه دلوقتي. الجماعه اللعيبه كانت بتلعب معاه لعيبه حاسه انها فتوات. الرمادي رجع الزمالك ان الزمالك حاسس ان هو فتوه. سهل جايبه من ما فيش، من اداء ومدربين طغوا عليه بطريقه غريبه الشكل، رجعهم تاني وابتدوا يلعبهم وابتدوا يدوا شكل، وجاب لك بطوله كاس مصر من ما فيش وانت جاي من بعيد، كسبك بطوله كاس مصر. يمشي يقعد معاك شهر ويمشي. طب مشي ليه؟ واللي جه ده، ما هو اللي جه ده معوش عند حسن الظن، معوش يعني معوش المدرب اللي يمسك الزمالك. يا جماعه احنا قلنا الكلام ده، ومش من عادتنا ان احنا نطلع نكسر. احنا قلنا لكل حدث حديث. يعني الراجل اتعادل مع المقاولين واتغلب من وادي دجله، قلنا يمشي، ما ينفعش ما ينفعش. وقلنا الواحد كان هيجرى له حاجه، ما ينفعش. جاء قدام الجونه وتعادل، مصيبه. ويخلي بيزيرا ياخد انذار في الجونه، عشان انذار في الماتش اللي قبل الجونه عشان ما يلعبش ماتش الجونه ويبقى فاضل ماتش الاهلي. اتعادلنا في ماتش الجونه وخسرنا من ماتش الاهلي. طب ده كلام؟ يعني ده منطقي؟ ده منطقي؟ هو بزيرا النهارده مسك كام كوره؟ احنا لو جينا بقى للزمالك والماتش بتاع النهارده، يعني علاوه على انه خلى الاهلي يتمخض من جديد ويبقى ويبقى ويبقى، والميديا المتناكه دي مش هتسيبنا في حالنا، انا عارف. انما دعنا نتساءل، يعني لما الاصرار على محمد صبحي؟ يعني لماذا محمد صبحي؟ ليه مش عواد؟ وليه مش الهادي سليمان؟ ليه مش الهادي سليمان؟ ده غير المهدي سليمان، الهادي سليمان. انت مش عارف ليه عايز تقنعني ان محمد صبحي بيعرف يلعب برجليه؟ يا جماعه ما بيعرفش. واللي مش مصدقني يشوفه، خاصه في ماتش النهارده، ولا كوره من رجليه طالعه صح للعيبه الا اذا كان اللعيب جنبه. ارجع للماتش تاني وشوف محمد صبحي لوحده عامل معانا ميسد باص قد ايه. لماذا الاصرار على محمد صبحي؟ ناهيك على الكرة اللي راجعه له، والحمد لله لو ما كانش تحت الثلاث خشبات كانت دخل الجون. العرضيه بمنتهى البساطه بقى عرضيه، شوف تطلعها ازاي. لو حد عامل فولو كان خلص الدنيا. اخر يعني اول 10 دقايق ربع ساعه انا قلت بس الزمالك
كسر هيبة النادي الاهلي. احنا كده والسنين الجاية هنركب وندلدل كده خلاص. احنا بقينا اثبتنا للكل ان بقرش ونص احنا ما حصلناش. جبنا البينالتي كالعادة، نفضل ندافع. مش فاكر كان مين معانا برضو بنفس الطريقة العبيطة دي، رغم ان اول ما جاء فيريرا ده يعني احنا تخوفنا، لان قال لك الراجل بيهاجم بغباوة ودفاعه بيتعرض لهجومات وبيدخل فيه اجوان كتيرة علشان بيهاجم بطريقة غريبة الشكل طول الماتش، اسلوبه هجومي. احنا تخوفنا وقلنا يستر الله، انما ماشي طالما مظبط الدفاع هو اسلوبه هجومي يبقى مقبول. الراجل طلع مش هجومي ما فيش خالص. يجيب جون، كل لما يجيب جون ينام عليه مع المقاولين وخسر نقطتين، مع وادي دجله وكنا متقدمين خسر 3 نقاط، مع الجونه وكنا متقدمين خسر نقطتين، مع الاهلي وكنا متقدمين خسر 3 نقاط. كل المطوشه اللي احنا خسرنا فيها نقاط كنا احنا متقدمين بالفوز يا جماعه. كل المطوشه اللي احنا اتعادلنا فيها واتهزمنا كنا احنا اللي فايزين. يبقى الراجل ده عنده حاجه غلط. اما خسرنا دجله كان دونجا ملوش بديل. مفروض احمد ربيع في الفورمه بقى، لا ده ما دخلوش في قائمه ال 18. مش عارف بيعاند ليه طيب. وبعدين الناس بتقول لك اين الجزيري. انا بالنسبه لي ما بحبش الجزيري، يعني انا قناعاتي مش الجزيره خالص. الدباغي اتصاب تنزل منسي؟ ده منسي يا عم بقى خلاص بقى، يعني انت بتلعب 10 والفريق التاني بيلعب 12. يعني اصلا منسي لما بينزل بيلعب مع الفريق التاني بتبقى انت ناقص وهو بيزود الفريق التاني واحد. ماله عمرو ناصر؟ وقلنا الكلام ده قبل كده. يا سيدي ما انت عندك عمرو ناصر واحمد شريف، جربهم يا سيدي جربهم. اول اقسم بالله ما نزل ناصر منسي قلت عليه العوض ومن العوض. لمس كوره ما لمس كوره. ناصر منسي ده بتاع انت فريقك ضاغط صندوق ارفع دماغ بتاع يجيب كوره زي بتاع السوبر الافريقي مش عارف ايه الكلام ده. انما انت بره الصندوق خالص. منزل ناصر منسي ده ما بعرفش يجري. ناصر منسي ما بعرفش، يعني هو في العادي ما بعرفش يجري، ما بالك في حاله السوق اللي ده بقى افظع من ما قبل السوبر الافريقي اما كنا عايزين نبيعه. ناصر منسي. طب عمرو ناصر ما بينزلش ليه؟ بنتايك لاعب عالي، لاعب عالي، لاعب حريف، لاعب حريف يا جماعه. ده الباص التول اللي عملها ليه لناصر ماهر وضيعها ما يعملهاش الا لاعب عالمي. الراجل ما فيش يعني عمل 2 تاتش برجليه في ثواني، ما فيش. المفروض مثلا الكرة جايه له يستلمها ويهدى ويباصي، ده ما فيش. ده استلم باصه تك 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 تك. انا شفتهاش الا من حازم امام. انا ما شفتش اللعبه دي الا من حازم امام بصراحه، الوحيد اللي كان بيعمل حاجات العفاريت دي. انما برضه ما هو كان وحش عشان الكل وحش. انت مفيش حد كان عندك كويس كويس بجد. حسام عبد المجيد لولا اللمه اللي اتلمها من محمد شريف في اخر الماتش دي، يعني بصراحه يعني هو الوحيد اللي كان فايق في الفريق. دونجا كان مش بطال. انما الراجل عنده برضه مشكله في التغييرات، دماغه معاه مش في التغييرات، وده دليل على انه مش عارف امكانيات لعيبته لسه. وقلنا الكلام ده قبل كده. طب انتوا مستنيين ايه ومنتظرين ايه؟ مجلس الاداره لدى حقوق اللعيبه وكل مره يوعدهم في وجون ادوارد اللي يعني ده بطل، ده يستحق، راجل يستحق الدراسه اقسم بالله. لازم يتعمل له تمثال على الصمود اللي هو فيه. كل الهبل اللي احنا فيه والراجل ما زال صامد وعايز ينجح التجربه، والاعلام عشان شايف قد ايه هو شاطر والتجربه كويسه. انما الراجل جه ومعاه مغاره علي بابا ارض 6 اكتوبر. ابتدى الراجل يتحرك
على قده في حدود المتاح، لان معاه ظهير مالي، اذ فجأة طار الحمام. مبقاش فيه، مش لاقيين ياكلوا حتى، مش لاقيين يصرفهم مستحقات اللعيبه، رغم ان هو كان شغال زي الفل. وعد اللعيبه مفيش، ما في اول كل شهر كل لعيبه ياخد الحصه بتاعته. طب الخميس اللي جاي، طب التلات اللي بعديه، طب مش عارف ايه، ارض اكتوبر راجع من الحد اللي هو امبارح. كل الناس طالعه بتاكد ان ارض اكتوبر راجع من الحد اللي هو امبارح. مفيش ارض، مفيش فلوس، مفيش حاجه، مفيش رجال اعمال، مفيش ممدوح عباس، مفيش. طب وبعدين يعني هتفضلوا تعملوا فينا اللي انت بتعملوه ده؟ يعني هو ده المبتغى بتاعكم؟ انتوا كده تمام مية مية. انا مش دارب حاجه، يعني انا مش عارف حاجه في الدنيا. انا اتغلبت، انا من ساعه ما صحيت من النوم الفجر، يعني الساعه تعمل عندكم مثلا 12 الظهر، وانا قدام التلفزيون ما بعملش حاجه، عمال اتفرج على ماتشات الاهلي والزمالك المعاد على اون سبورت، لغايه لما دخلوا بقى قبلها بثلاث ساعات في اجواء المباراه. والمباراه وخلصت المباراه، واخر كام دقيقه من المباراه يعني ما قدرتش، انا ما اعرفش اصلا التغييرات اللي حصلت ايه ولا بتاع، ما استحملتش، نمت كمدا يعني. نمت كمدا، كمدا، اقسم بالله كمدا. انا ما اعرف ايه اللي حصل، ايه العيال عملوا ايه بتاع، ما اعرفش حاجه. هقول لك تاني، طب وبعدين يعني لو هتجرى له حاجه، طب وبعدين كل ماتش بالمنظر ده؟ انسى بقى الدوري والكلام العبيط ده، انسى. انت بقول لك تاني، انت لو كنت كسبت الجونه وحتى اتغلبت من الاهلي النهارده كان مقبول، انما المصيبه ان انت تعادلت مع الجونه واتغلبت من الاهلي. انت خسران 5 بوينت في اخر ماتشين. تخيل الاهلي بعد ما كان ال 16 لو كسب الماتش بتاع الاسبوع اللي جاي ده اللي انت منه باي، خلصت. او الماتش اللي جاي ده اللي انت باي مش هتلعب، الاهلي بقى الاول بعد ما كان ال 16. عوامل المساعده بقى، عوامل مش عارف ايه، عوامل بتاع، انت اللي انت برضه بتدي لهم الفرصه لده. انت لو كنت كسبت الجونه وكسبت النهارده او على الاقل تعادلت، كانش هو كسب النقطتين وكنت انت هتكسب نقطه، بدل ما هو يكسب ثلاثه وانت تخسر الثلاثه او تخسر نقطه على الاقل. انت كسبته ثلاثه. لو كنت تعادلت معاه زي ما تعادلت مع الجونه، كان ما كناش وصلنا للي احنا وصلنا له ده. كانش بقى عنده 15 نقطة، كان يبقى عنده 13 نقطة. انما دايما وابدا انت بتديله الامل. رجعت الشحات للفورمة تاني بعد ما كانوا مش لاقيين له نادي ياخده. رجعت الاهلي، شلت الضغوطات اللي عليه، الخطيب بقى ولا اروع، عماد النحاس بقى، انشيلوتي آه، كل لما نيجي ننتظر ان انت هتكسب الاهلي وهو في الحالة ده من ايام كولر. لو انتوا فاكرين لما كولر جه وكان المفروض الزمالك في احسن حالاته، لو كسب الاهلي ده كان راح في حته حرفيا. يكسب الاهلي، يفوز عليك الاهلي، اصطفاك الاهلي كل ماتش. يعني الاهلي المفروض اصلا يعني انه ليه يعمل لك مرتب مثلا، يعني يكافئك على اللي انت بتعمله معاه. ما اللي انت بتعمله معاه ده ما يعملوش اخوه. الشق بتاعه ما يعملوش. يقول لك اشقي، الشق بتاعه ما يعملوش معاه النادي الاهلي. والله لو شقه ما يعمل معاه كده. ده انت المفروض انت عدو وانت الخصم، وكل ماتش تديله الهدايا دي. طب انت عايز ايه تاني؟ ماتش زي ده اديني واحد بس يتشاور عليه ويقول هو ده. ده كل لما نكسب جون نفضل ندافع طول الماتش. لو جبنا جون في اول 5 دقايق نفضل ندافع ال 85 دقيقة زي الوقت الضايع. طب ده كلام؟ طب ده كلام؟ لازم حل. لو الراجل مش عارف يمشي الليلة يمشي. ما يمشي يا جماعة، في ايه؟ خالد جلال انا شفته النهارده في مستضيفينه فين؟ او امبارح. ماله خالد جلال؟ كخ خالد جلال. ادي انتوا سبتوا الرمادي راح البنك الاهلي.
سبته. طارق مصطفى راح الاتحاد الليبي او الاهلي الليبي، مش فاكر، فريق في ليبيا. خالد جلال موجود، طب ما تجيبوا خالد جلال على قد ايدك يا سيدي. يعني لو انت بتدي للراجل 23 ألف دولار هو والتيم بتاعه، مش هيجيب، والله ما هتدي الفلوس دي اللي اسمه ايه لخالد جلال، وحتى لو خدها احسن. وماله وماله ايه هو خالد جلال وحش؟ انت فاكر خالد جلال لما كان بيلعب معاك ايام الولاد، مش فاكر اساميهم، ايام مدبولي والولد التاني اللي متجوز البنت بتاع السيرك دي، كان اسمه ايه الولد اللي مش متذكر اسمه. فاكرين خالد جلال كان بيقدم كرة عاملة ازاي؟ وليه لا؟ يعني ليه لا؟ هنفضل كده وهنفضل نتكلم، وكل مرة نسكت وكل مرة نبتعد. الظاهر احنا خدنا على القرف وخدنا على ال 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 الضغوطات والاسترس ما فيش. يعني احنا هنفرح امتى؟ طيب يعني هنفرح امتى؟ انا مظبط نفسي بقى، مش هسيب ولا استوديو تحليلي ولا بتاعت والميديا ودي، ما فيش خالص. انا فاصل شحن، اتفرج على ايه واسمع ايه؟ اسمع ايه بس؟ اسمع ايه واتفرج على ايه؟ وقلت يوم ماتش الجونة انا نفسي ما اشجعش الزمالك، انا نفسي اخرج من توب الزمالك، نفسي. انما طبعا يعني لو انتوا عايزين لو انتوا يعني لعيبه الاهلي لما بتتشتم وتتهزق والجمهور يمسح بها الارض، بترجع جريندا ملهاش حل، بترجع تكسر الدنيا. انتوا عايزين كده؟ يعني انتوا عايزين تتشتموا وتتهزقوا وتنعل سلسفيل ايامكم علشان تفوقوا جماهيرنا؟ وانا مش متعود على الموضوع ده، احنا مش متعودين على ده. انما لو هو ده الحل قولوا انه ده الحل، عشان ده التشارج بتاعكم. يعني لو انتوا البطاريه بتاعتكم مفيش وعايزين شحن بطاريه بالشتيمه وقله الادب، نشتمكم ونقل ادبكم ونقل ادبنا عليكم. لو هو الحل ده، عشان ما نبقاش احنا في الوضع ده. ما انت هتطلع هتتبسط وهتروح وهتاكل وهتشرب وهتنام والدنيا بتاعتك زي الفل. احنا بقى اللي بندفع الثمن في كل ماتش، في كل تظاهر وكل نتيجة ملاش اي لازمة، احنا اللي بندفع الثمن. يعني عايزين نقول ان مفيش دوري بعد كل اللي عملتوه، البداية اللي انتوا عملتوها؟ استحلفكم بالله غيروا فيريرا، لان كده الدنيا مش صح. وبرضه بعيدة وبكررها، ده ذنب الرمادي، وقلت الكلام ده من زمان. انا قبل الرمادي ما كان موجود قلت لكم الرمادي مطلب جماهيري، الرمادي مطلب جماهيري. الراجل مش عارف بقى ساعة واكتر مش عارف تطلع بكورة من منطقتك لمنطقة النادي الأهلي، مش عارف تطلع بكورة ساعة وكسر. ده المحلة تعادل مع الأهلي، ده حرس الحدود فرج أمة لا إله إلا الله على الأهلي. ده إيه بتعادلت مع الأهلي؟ أنت مش عارف تتعادل مع الأهلي؟ مش عارف تتعادل مع الأهلي؟ على العب.